بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهارده احنا عندنا طبعا هزيمتين، هزيمة للنادي الأهلي وهزيمة لنادي الزمالك. احنا ما كناش هنتكلم على هزيمة نادي الزمالك، بس طبعا بعد تصريح أحمد أبو فتوح وشماتته في النادي الأهلي وخسارته في السوبر، فبنضطرنا إن احنا نطلع لهم أرقام سلبية في مباراة مع بطل جيبوتي. يلا نبدأ الحلقة. طبعا احنا شفنا فريق نادي الزمالك امبارح بيتغلب من فرقه ارتيا بطل جيبوتي 2-0. طبعا احنا ما كناش نتكلم على النتيجه دي خالص ولا نتكلم على فريق الزمالك، بس هو طبعا تصريح احمد ابو فتوح وشماتته في النادي الاهلي بعد هزيمته في السوبر خلانا ان احنا نتكلم النهارده ونقول على ارقام فريق نادي الزمالك. بطل الارقام السلبيه ان فريق اول فريق مصري، طبعا فريق نادي الزمالك اول فريق مصري يتغلب من فريق من جيبوتي. الحمد لله اول رقم سلبي يطلع باسم نادي الزمالك. تاني حاجه طبعا ما ننساش ان الفريق دوت قابل نادي المقاولين في 2020. نادي المقاولين كسبوا هنا 9-0 وكسبوا هناك في جيبوتي 1-0. فالحمد لله كابتن احمد ابو الفتوح ما استناش انه يشوف نتيجه مباراه فريقه الاول وبعد كده يشمت في نادي الاهلي زي ما هو عايز، انما هو سبق. والحمد لله ربنا ما بيحبش يفرح فينا حد، وكانت هزيمتهم ورقمهم السلبي الاول للسنه دي ان شاء الله اللي ارقامهم هتبقى موسم الضحك بدأ بدري، والحمد لله ربنا ما رضيش يفرحهم فينا وتاني يوم على طول احنا بنتغلب من بطل الجزائر وهم يتغلبوا من بطل جيبوتي. يبقى موضوعنا الثاني وهزيمه النادي الاهلي من اتحاد العاصمه بطل الجزائر. طبعا احنا كل جمهور النادي الاهلي زعلان جدا وحزينين ان شفنا فريقنا، كنا منتظرين فريقنا بصراحه يكسر الدنيا، بس ده اول ماتش يعني واول ماتش منتظر كده، الناس اول مره تلعب مع بعضيها واول ماتش بعد راحه شهر او 45 يوم، فمنتظرين برضو ان هي كان يبقى الحاله كده برضو. بس الحمد لله هو النادي الاهلي متعودين منه ان هو بعد اي هزيمه او اي كبوه انه بيرجع اشد من الاول، ومستنيين طبعا الماتش القادم مع النادي المصري في بطوله الدوري. وطبعا عارفين ان علي ماهر هو المدير الفني للنادي المصري، وعارفين ان علي ماهر قد ايه حرص ان هو ما يتغلبش من النادي الاهلي، وقد ايه بيعمل مطوشه جامده جدا مع النادي الاهلي. طبعا احنا عارفين النادي الاهلي قد ايه بيعمل عقده للكابتن علي ماهر، والموسم اللي فات ما عرفناش نكسبه بصراحه الا طلع الروح، وقد ايه هو ماسك فيوتشر كان مهم بالنسبه له جدا مطوشه النادي الاهلي. بالعكس احنا شفناه بيتغلب من نادي الزمالك رايح جاي وما كانش في اي حاجه. التصريحات القويه، التصريحات العنيفه جدا كانتش بتطلع الا قدام النادي الاهلي. طبعا هو من حرصه بصراحه واحنا بنشجع ده، احنا مش عايزينه يتواطئ ولا عايزينه نشوف زي كباتن نادي الزمالك. واحنا عارفين كباتن نادي الزمالك كانوا بيقولوا ايه بعد المطوشه، وقد ايه التساهل والتسامح في مطوشه نادي الزمالك. احنا مش عايزين ده، احنا بالعكس عايزين علي ماهر زي ما هو، لدرجه ان احنا بنخلي مطوشتنا مع كابتن علي ماهر وهو ماسك اي فريق بتبقى مطوشه صعبه ومطوشه حلوه، ونحب نتفرج على المطوشه دي. وقد ايه بصراحه انا معجب شخصيا كده بكابتن علي ماهر واللي هو بيعمله، وان هو ما بيحبش يتغلب من النادي الاهلي. نيجي بقى للكابتن خالد الغندور، وبعد هزيمه النادي الاهلي من اتحاد العاصمه الجزائري نزل فيديو على صفحته الشخصيه وهاتك بقى شماته في النادي الاهلي واعظم فريق والصفقات ومش الصفقات وما جابش السوبر واتغلب. ده بعد هزيمه النادي الاهلي، انما بعد هزيمه النادي الزمالك بصراحه ما شفناهوش خالص، وما طلعش على ولا حسابه الشخصي ولا على قناته ولا على اي حاجه. فكنا عايزين نطمن بس على خالد الغندور الحمد لله كويس ولا حصل له حاجه. كده بقى خلصت اخبارنا النهارده. ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل زر الجرس لمتابعه قناتنا ويوصل لكم كل جديد. وبس كده خلصت اخبارنا النهارده. سلام.